السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل صنف اساسي على السفرة المصرية في العزومات والمناسبات. هنعمل الجلاش بالطريقة المصرية، مقرمش من بره وطري من جوه. يلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجة نبتدي بيها تحضير اللحمة. ده نص كيلو من اللحمة، انا فرماها في الكبة مع البصل، حاطه بصلتين كبار على نص كيلو، ونزلت عليهم كده على حبة زيت زي ما احنا شايفين، وبقلبهم بسرعة علشان اللحمة ما تكتلش كده وتبقى مكلكعة معانا. لازم الخطوة دي مهمة قوي زي ما احنا شايفين كده. بصوا لما قلبناها على طول، بصوا بقت كلها يعني حبيبات صغننة ازاي، ما بقتش مجمدة ولا مكتلة ولا اي حاجة. بعد كده بنقلبهم كويس لحد ايه ما تشرب ميتها شوية. بعد كده هنزل عليها بجزرايه مبشوره، وده اختياري يعني عشان انا عاوزه اكتر الكميه. طبعا اللحمه غاليه، فعشان نكتر الكميه وفي نفس الوقت تبقى طعمها حلو، انا اعملي الموضوع دوت، هتخلي طعمها حلو قوي ومش هتبان في اللحمه، وهتبقى بتديكي كميه اكتر كمان. دي جزرايه مبشوره وعليهم بقى كمان طماطميتين مبشورين، بيدي طعم حلو قوي للحمه. وحطيت معلقه صغيره من الملح، وحطيت معلقه صغيره برضو من الفلفل الاسود، وحطيت نص معلقه صغيره من جوز الطيب، بتدي ريحه حلوه قوي قوي للحمه. وكمان حطيت هنا فلفل، ده فلفل حامي، وده اختياري، اللي عاوز يحب الشطه يحط فلفل حامي، بتدي طعم حلو قوي قوي للحمه. بعد كده جبت الصاج، انا هعمله في الصاج الصغير دوت. انا دهنته بالزبده دهنه محترمه كده. احسن حاجه تخلي طعم الجلاش حلو الزبده، يعني السمنه مش هتخليه طعمه حلو زي الزبده. وممكن نحط يعني حبه زيت على الزبده كمان، دي مش هتبان خالص الزيت، طعم الزيت مش هيبان فيها. بعد كده هنحط دول ورقتين من الجلاش، هنحط ورقتين من الجلاش، مش ورقه، هنحط اتنين اتنين. طبعا احنا حطينا ورقتين من الجلاش. بعد كده هندهنهم زي ما قلنا دهنه كويسه كده بالزبده. بعد كده هنحط طبعا الورقتين التانيين بالعكس عشان نفضي الفراغات دي، وهنبتدي كده زي ما احنا ماشيين. هنحط راق كده، رقيه يعني ورقتين من الجلاش وندهنها كويس، وبعد كده العكس هنحط رقيه ورقتين من الناحيه التانية وندهنها لحد ما نكمل الصاج زي ما احنا هنشوفه دلوقتي. اهم حاجه الدهان، لما تدهني بالزبده كده دهنه كويسه هيبقى مورق معاكي، ويطلع مورق معاكي ويبقى كويس قوي عامل زي الفطير. بعد كده ما خلصنا نص ورقه الجلاش، هنبتدي بقى نحط اللحمه ونفردها كويس. ما بلاش نحط على الحروف، يعني نحط سيب نص سنتي من الحروف كده، ما نحطش فيها لحمه عشان اللحمه ما بتخرجش بره وتلزق في الصاج او تتلسع ويبقى طعمها مش حلو. وبعد كده برضو هنكمل الطبقة التانية زي ما كملنا الطبقة الأولانية بالظبط، هنحط ورقتين ورقتين وندهن زبدة لحد ما ننتهي خالص. لو الورقة معاكي تحت الجلاش مقطوعة كده زي ما احنا شايفين ما يهمكيش خالص، عادي هتحطيها وهتدهنيها. أهم حاجة المرحلة الأخيرة إن احنا الصاج في الآخر يبقى الطبقة يبقى سليمة، عشان لما نقطعها زي ما احنا شايفين كده تبقى الشكل حلو. أهم حاجة الطبقة الأخيرة تبقى سليمة من الجلاش. بعد كده هتقطعيها حسب ما انت عاوزه تقطعيها مربعات، عاوزه تقطعيها مثلثات، التقطيع اللي تعجبك اعمليها. انا هنا دولت بيضتين كبار، حطيت عليهم نص معلقه من الفلفل الاسود، وحطيت عليهم رشه من جوز الطيب برضو، وقلبتهم كويس قوي. انا عاوزه في الاول افك البيض خالص اخليه سائل. بعد كده احط عليه كوبايتين لبن عشان الصاج كبير. حطيت كوبايتين من اللبن، لو انت هتعملي صينيه بس حطي عليها كوبايه واحده بس من اللبن وبيضة واحدة بس. بعد كده حطيت كمان هنا بحط عليهم كمان زبدة. الزبدة ببقى مسيحاها بحط عليها شوية زبدة، لان انا ما دهنتش انا الوش بتاع الصاج هنا ما دهنتوش، انا بحط السمنة في الاخر على البيض على اللبن على الزبدة، وبندهنه زي ما احنا شايفين كده، وبنشرب الصاج كويس قوي. ومن الحروف لازم نخلي الحروف كلها تبقى متشربة، ولو في حاجة كده مش متشربتش احنا بننزلها وبنشرب. وبستنى لما الجلاش بيتشرب اللبن خالص. بعد كده بعد ما بتتشرب خالص انا بكون مسخنه الفرن. بعد ما بسخن الفرن بندخل الجلاش على درجة 200 او 180 حسب الفرن بتاعك. بتدخلي الجلاش بس لازم يكون سخن قبل ما ندخله لحد ما يحمر زي ما احنا شايفينه. انا هنا محطوش في الشوايه، انا احمر من تحت ومن فوق.
انا كنت ظابطه الفرن على 200 واحمر زي ما احنا شايفينه دلوقتي كده. لو انت البوتاجاز بتاعك حمره من تحت والوش ما كانش احمر، روحي حاطه تحت الشوايه وهيديكي الوش اللي انت عاوزاه، وهيديكي نفس الاحمرار ده. بصوا التسويه عامله ازاي، والتوريق طبعا هو سخن، انا مش عارفه اعمل فيه حاجه للاسف. انا بعمل حاجه وهي سخنه. شايفين متورق وجميل جدا وطري من جوه جدا ومقروش من بره، يعني في منتهى الجمال، ويطلع معاك حلو جدا والطعم حلو قوي. انا ما بحطش ملح على اللبن، انا نسيت اقول المعلومه دي. لما بنيجي نسقي اللبن الجلاش انا ما بحطش ملح، لان الجلاش بيبقى مملح، فعشان ما يبقاش حادق معانا انا ما بحطش ملح. لو انت بتحبوا الحاجه حادقه شويه او مملحه شويه ممكن تحطي شويه ملح على اللبن. والفيديو بتاعنا خلص، اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ودايما بستنى التعليقات بتاعتكم اللي دايما بتسعدني، واي حاجه بتطلبوها مني ان شاء الله هنفذها لكم على طول. ونتقابل في فيديو جديد باذن الله. مع الف سلامه.